السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بريبتو؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم دكتورة مها منصور، والنهارده ان شاء الله هنحل مع بعض الموديل اكزام نمبر 6 من الموديلز اوف المعاصر، اسئلة كتاب المعاصر. دي مراجعة نهائية. يلا بينا نشوف الأسئلة بتاعتنا عبارة عن ايه. نمبر 1 correct the underline words. هنصحح الكلمة الخطأ. نمبر 1 the interparticular space between liquid molecules are equal to the interparticle space between gas molecule. يعني بيقارن المسافات ما بين جزيئات المادة الليكويد السائلة وجزيئات المادة الجاز. طبعا أنا عارفة طبعا إن الجاز ماتيريال، المادة الغازية عندها أكبر intermolecular space، أكبر مسافات بينية. يبقى إذا الليكويد less than أقل منها، يبقى less than بدل equal. طيب نمبر 2 cans of soft drink represent an open system. الكنز اللي احنا بنشربه يعتبر اوبن سيستم؟ لا طبعا كلوزد سيستم، نظام مغلق. تمام. طيب نمبر 2 how each of the following formed. ازاي الحاجات دي اتكونت؟ اول حاجه mountain الكامل كراتر، حفر الجبل الكامل. طالما قال لي كراتر حفره يبقى اتكونت نتيجه سقوط الميتيورايت، نتيجه سقوط النيازك. يبقى كراتر حفر يبقى نتيجه وجود الميتيورايت. تمام. يبقى حفر الجبل الكالم دي موجوده فين؟ دي موجوده يا ولاد في الويسترن ديزرت، في الصحراء الغربيه في مصر. الويسترن ديزرت ان ايجيبت اتكونت نتيجه الايه؟ الميتيورايت. يبقى it is formed due to failing of meteorite in western desert in Egypt. حصلت نتيجة سقوط نيازك في الصحراء الغربية لمصر. طيب نمبر 2 هارت راحت ماونتين. طيب حرة راحت ده عبارة عن جبل موجود أصلا في السعودية. طيب ده اتكون نتيجة إيه؟ كون نتيجة فولكانو، نتيجة براكين، فبنقول عليه فولكانيك ماونتين، يعني جبل بركاني. يبقى الإجابة بتاعتي it is formed due to volcanic eruption in Saudi Arabia، يعني نتيجة ثوران بركاني تمام في السعودية. طيب نمبر 2 explain how heat is transferred in gases by convection current. ازاي بتنتقل الحراره في المواد الغازيه عن طريق الكونفكشن كارنت؟ كلمه كونفكشن كارنت يعني الورم اير، الهواء السخن، رايز اب بيرتفع الاعلى due to low density لان كثافته قليله. والكولد اير تمام كده بيحصل له ايه؟ جو داون، بينزل لاسفل لانه هو هاي density. يبقى الاجابه بتاعتنا air heat and its density decrease so it rise up and cold air go down. يعني الهواء لما بيسخن بيرتفع لاعلى لان كثافته قليله، والهواء البارد بينزل لاسفل لان الدنسيتي بتاعته كبيره. طيب نمبر 3 كده بيقول لي نمبر 3 number 3 the opposite figure illustrates the reaction between molecule of substance A with a molecule of substance B to form two substance C and D. يعني ده عباره عن تفاعل كيميائي حصل ما بين مادتين A و B، فاداني مادتين C و D. تمام. write the balanced symbolic equation which represent this reaction. تمام. طيب اول حاجه بقول لي اكتب لي معادله كيميائيه موزونه تمام بتعبر تمام كده عن التفاعل اللي حصل. تمام. طيب اول حاجه نشوف مين اللي داخل في التفاعل. اللي داخل في التفاعل A و B. تمام. طيب تعالى نعد هنعد ايه؟ تمام. كان عندي كام مولكيول من A؟ طيب عندي 6 مولكيول من A، يعني 6 كرات لونها جراي، يبقى 6 6A، يبقى 6 ذرات من A او 6 مولكيول من A. طيب و B اللي شكلها احمر 4، عندي 4 من B. تمام كده. فاداني C and D. تمام كده. طيب السي والدي دول، طيب السي خرجت بكام والدي خرجت بكام؟ طب تعالى نكتب المعادله الاساسيه وبعد كده نوزن. اديني النمبر اوف مولكيولز، عدد الجزيئات اللي داخله واللي خارجه من التفاعل. انا كتبت العدد اللي هو مديهولي، يبقى 6A بلس 4B هيديني 2D بلس 4C. تمام كده. يبقى ده اللي هو كاتبهولي، دي المعادله. المفروض كده على فكره لو انت كتبتها كده هيديك صح، بس احنا بقى طبعا هنختصر. يعني ايه هنختصر؟ هنقسم كلهم على 2، يبقى 3A بلس 2B هيديني D بلس 2C. يبقى انا بعد ما اختصرت على 2 تمام كده بقى 3A بلس 2B هيديني D بلس 2C. انا اختصرت يا جماعه على 2 بس الارقام مش اكتر، يبقى دي بالانس الكيميكال ايكويشن. تمام. طيب بعد كده بقول لي complete the following equation، يعني كمل المعادلات اللي قدامك دي. سبيس بلس 6CO2 في وجود اللايت والكلوروفيل هيديني ايه؟ زائد 6O2. دي معادله الفوتوسينثيز بروسيس. طيب اول معادله معانا هي معادله الفوتوسينثيز. تمام. عشان اعمل فوتوسينثيز انا محتاجه كربون داي اوكسيد ووتر، ميه وثاني اكسيد كربون، عشان يديني الجلوكوز والاكسجين. طيب يبقى 6H2O 6 ميه زائد 6CO2
كربون دايوكسيد هيديني C6H12O6 ده الجلوكوز بلس 6O2 6 من جزيئات الاكسجين. طيب المعادله الثانيه معادله احتراق الميثان CH4 في وجود الايه الاكسجين هيديني الكربون دايوكسيد بلس ال H2O، ودي بالانسد كيميكال ايكويشن وانت المفروض بتعرف توزن او بتبقى حافظها. طيب خلينا نكمل. بعد كده بيقول لي نمبر بي ذا اوبوزيت فيجر شو تو بيكر كونتين تو ايكوال ماس اوف ووتر ات ذا سيم تمبريتشر. يعني معايا 2 بيكر فيهم نفس الماس يعني نفس الكتله بس ات ذا سيم تمبريتشر عند درجه الحراره. تمام يعني الاثنين زي بعض. تمام درجه حرارتهم 60. هاو از هيت ترانسفير تو ذا ثرمومتر ان ايتش كيس. يعني الحراره ازاي هتنتقل للترمومتر في كل حاله. تمام طيب اول حاجه بس عشان نبقى عارفين، رقم 1 الترمومتر بره. تمام رقم 2 الترمومتر جوه الميه. طب خلينا في السهل. في رقم 2 الحراره انتقلت للثرمومتر من خلال الكوندكشن التوصيل، لان الثرمومتر ده يعتبر ماده سوليد ماده صلبه، يعني في تلامس في كونتاكت صح. فانتقلت الحراره في رقم 2 هنتكلم على رقم 2 من الميه للثرمومتر من خلال يا ولاد الايه من خلال الكوندكشن من خلال التوصيل. تمام كده لان الترمومتر موجود في الميه زي المعلقه اللي بنقلب فيها الشاي بالظبط. يبقى نمبر 2 انتقلت الحراره بالكوندكشن. تمام طيب نمبر 1 بقى بقول لي نمبر 1 الحاله رقم 2 الثرمومتر موجود بره، يعني موجود بره الميه خالص. تمام الحاله الاولى الترمومتر مش لامس اصلا البيكر. تمام بس الحراره هنا هتنتقل عن طريق الراديشن الاشعاع. تمام لان الحراره اللي هتبدا تنتقل من الكوب الى الوسط المحيط وبعد كده هتنتقل على هيئه موجات وتنتقل للثرمومتر يعني عن طريق اللي هي الراديشن. يبقى نمبر 1 راديشن، نمبر 2 هتبقى كوندكشن. نمبر 2 بيقول لي قارن ما بين الافريج كاينيتيك انرجي اوف ذا ووتر بارتيكل ان ذا تو بيكر. متوسط طاقه الحركه يعني التمبريتشر، فالاثنين اصلا درجه حرارتهم 60 يبقى ايكوال. يبقى نمبر 1 راديشن نمبر 2 كوندكشن، والدرجه الحراره متساويه في الاثنين يبقى الافريج متساوي لان الافريج كاينيتيك هي التمبريتشر. نمبر 2 what do you observe when a fruit is left in a humid air for a long time. ايه اللي هيحصل للفروت الفاكهه لو سبتها في الجو لفتره طويله؟ هيحصل لها ايه يا ولاد؟ روتن يعني هتعفن، يعني هيحصل فيها كيميكال تشينج تغيير كيميائي. What is the importance of أهمية الأنيمال بون in the food industry. إيه أهمية يا ولاد البونز عظم الحيوانات في الفود اندستري؟ طيب طالما قال لي الانيمال بون يعني عظم الحيوان، طالما قال لي اي بون عموما بيبقى غني جدا بالكالسيوم، فالكالسيوم ده مهم جدا لصناعات كتيره، يعني هتحضر بيه اي ماده يا ولاد which rich in calcium. يبقى نمبر 1 هيحصل روتن تعفن نتيجه الكيميكال تشين. نمبر 2 help in manufacturing of food rich in calcium هنصنع اكل غني بالكالسيوم. طيب نمبر 3 it shows the outwards then write the relationship يعني اختار الكلمه المختلفه واربط الباقي. بطر زبده، فلور دقيق، جريبس عنب، رايس. تمام اولا انا عندي البطر فيها فات فيها دهون، الفلور كربوهيدرات، الجريب كربوهيدرات، الرايس كربوهيدرات، يبقى طبعا البطر لان الباقيين كربوهيدرات. نمبر 2 اوبال كوارتز هالت اوليفين. تمام كده. طيب هنختار مين؟ الاوبال لان الباقيين مينرالز انما هو سيمي مينرالز شبه معدن، يبقى دي طبعا الاجابه بتاعتنا. طيب نمبر بي ايثان جاز C2H6 burn in a pure oxygen to give the same product of methane consumption. Write the equation of ethane combustion in a way that verifies the law of conservation of mass. يعني بقول لك ان الايثان ده غاز بيحترق في وجود الاكسجين عشان يديك نفس نواتج احتراق الميثان في الاكسجين. تمام. طيب تعالى نشوف ونرجع للمعادله بتاعه الميثان اللي احنا لسه شايفينها اللي هي معادله رقم 2. ده احتراق الميثان CH4 مع الاكسجين هيديني كربون دايوكسيد وهيديني ووتر. هو بيقول لك برضو لما بفاعل الايثان بقى مع الاكسجين برضو هيديني كربون دايوكسيد وهيديني ووتر. تمام كده. يبقى اول حاجه هنكتب معادله تفاعل الايثان واحتراقه مع الاكسجين. تمام. طيب نمبر 2 how can the gas produced from this reaction be identified. هو مين الغاز اللي طالع؟ هو اداك الكربون دايوكسيد صح، مش هو طالع في المعادله بتاعتي؟ الكربون دايوكسيد بيعمل تربيديتي في الكلير لايم ووتر، تربيديتي وفي الكلير لايم ووتر بيعكر ماء الجير الرائق. طيب اولا دي معادله تفاعل الايثان مع الاكسجين. تمام. دي بعد الوزن لان وزنها هيبقى تقيل عليكم شويه. احنا بنشوف عدد الذرات اللي داخله وعدد الذرات اللي خارجه بتنين وراهم لحد ما اظبط المعادله بتاعتي. تمام. طيب احنا عرفنا بقى الغاز اللي طالع اللي هو الكربون دايوكسيد بيعمل تربيديتي في الكلير لايم ووتر. تمام. يبقى turbidity of lime water. number 2 compare between solid and liquid in form of fluidity. مين قابل للفلويد؟ مين عنده الابيليتي تو فلو؟ مين عنده القدره على الانسياب؟ طبعا الليكويد، لكن السوليد لا.
طيب نمبر 3 what is the substance which is used in the treatment of diabetes؟ مين المادة اللي بنعالج بيها الدايابيتس مرض السكر؟ طبعا الانسولين هرمون. تمام. طيب وايه طريقة تصنيعها؟ من خلال طبعا اللي هي البروتين برودكشن، تصنيع بروتين. يعني الهرمون ده عبارة عن مادة بروتينية. تمام. بنصنع الانسولين يا ولاد، بنعمل انسولين صناعي. يبقى اول حاجه السوليد عندها الابيليتي تو فلو، لكن الليكويد عندها الابيليتي تو فلو، لكن السوليد لا. طيب بالنسبه للتريتمنت اوف دايابيتس بنستخدم الانسولين هرمون. تمام. وبنصنعه من خلال يا ولاد اللي هي ايه، سام بروتين. بنصنعه من بعض البروتينات اللي بنستخلصها يا ولاد من الكائنات الحيه. يبقى كويستشن نمبر 2 الانسولين هرمون بنعالج بيه الدايابيتس، وطبعا بنصنعه من البروتينات، ودي من ضمن استخدامات البروتين. طيب بعد كده choose the correct answer. number 1 which of the following is correct about cellular respiration؟ مين في دول تعتبر صحيحة عن السيلولار ريسبيريشن، التنفس الخلوي؟ نمبر 1 it is occur in 3 stage، بتحصل في 3 خطوات. لا، بتحصل في 2 بي. the first stage take place in the cytoplasm، اول مرحلة بتحصل في السيتوبلازم. هي فعلا هي دي صح، نمبر بي صح. يبقى هي اصلا نمبر بي. يبقى نمبر بي هي الفيرست ستيج، بتحصل فعلا في السيتوبلازم. طيب نمبر 2 all the following is a soil component، كل اللي جاي من مكونات التربة ما عدا طبعا الأوزون مش من ضمن مكونات التربة. طيب بعد كده نمبر بي the water cycle in nature include 4 means، يعني الووتر سايكل عملية دورة المية يعني بتتضمن يا ولاد 4 main process، 4 عمليات. طيب نمبر 1 mention 2 reversible process of this process، قول لي حاجتين عكس بعض. evaporation عكسها condensation مفيش اي مشكله خالص. تمام. طيب نمبر 2 mention 2 process that requires the absorption of thermal energy، حاجتين بيحصل فيهم امتصاص للطاقه. طيب عشان يحصل absorption يبقى الميلتنج والايفابوريشن، يبقى melting and evaporation. يبقى نمبر 1 evaporation و condensation، نمبر 2 melting and evaporation. طيب نمبر 2 describe the inner membrane of the mitochondria and mention its function. طيب الانر ممبرين بيبقى فولدد يعني متني، والفولدز دي الثانيه بنسميها الكريستاي، الاعراف. وظيفته بيعمل انكريز للسيرفاس اريا، بيزود مساحه السطح. نمبر 3 How were the Japanese island formed by tectonic plate؟ ازاي الجزر اليابان اتكونت due to convergent movement of two oceanic tectonic plate، نتيجة حركة convergent تقاربية لتو tectonic plate لصفيحتين بس هما كانوا oceanic. يبقى دي طبعا الإجابات بتاعتنا. تمام.